اهلا بحضراتكم، صباح الخير من جديد. اذا هي فتره ومرحله صعبه في حياه المصريين، تحديات كثيره. اظن ان الشعب ان شاء الله يكون قدها وقادر عليها وقادر على تخطي هذه المرحله. عمليات ارهابيه عديده خلال السنه الماضيه بتستهدف بالشكل الاساسي قوات الامن من الجيش والشرطه. اعتدنا يعني بشكل او باخر كل فتره نسمع عن واحد من هذه الهجمات ومن هذه يعني الاحداث الارهابيه. كمان للشرطه او للجيش الجبهه مفتوحه طبعا في شمال سيناء، وحمله موسعه كلنا بنحاول نتعرف يعني بشكل او باخر على تفاصيلها كلما تسمح الظروف. هذه المره في حادث الفرافره كان يعني الحادث مؤسف ومأساوي بشكل كبير جدا لكذا سبب الحقيقه، منهم العدد الكبير للشهداء من يعني من الجنود او من يعني افراد الجيش اللي كانوا متواجدين، ولكن الحقيقه كمان لانها المره دي راحت مكان مختلف. طبعا في قلق على الحدود طبعا مع ليبيا وتهريب الاسلحه وكل ده، لكن فكره ان احنا نتجه للجنوب والغرب ودي الحقيقه كمان مناطق يمكن سياحيه بيكون فيها سياح اجانب حتى اكثر من المصريين، حتى لو كانوا اقل في هذا الوقت من العام، لكن في كل الاحوال يعني هي منطقه جديده، واضح انها جبهه جديده بتفتح علينا. ان شاء الله تكون قواتنا المسلحه قد يعني هذه المرحله وهذه التحديات. الحقيقه هنحاول نتكلم عن هذا الحادث خلال لقائنا مع الدكتور عبد الصمد سكر، استاذ القانون الدولي والخبير الامني. استاذ عبد الصمد اهلا بحضرتك وصباح الخير دكتور. يعني هنحاول نفهم من حضرتك ملابسات هذا الحادث سريعا، قراءه سريعه. احنا سمعنا يعني بدات الاخبار تاتينا ان هم كانوا اكثر من سياره، ان هم كانوا عدد معين من الافراد 20 فرد، وعرفنا الحقيقه ان هو تم التعرف على هويتهم كمان. ايه التفاصيل اللي حضرتك ممكن تقولها لنا عن هذا الحادث؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا بدايه احنا بنعزي اهالي الضحايا وبنعزي الشعب المصري والقوات المسلحه على هذا الحادث الجلل الاليم. الحادث احنا لابد ان احنا نعترف ان مصر بتمر بمرحله حساسه جدا في تاريخها المعاصر. ندرك تماما ان هناك مؤامرات تحاك ضد مصر من خلال تنظيمات دوليه وتنظيمات ارهابيه تريد النيل من مصر تماما، وخاصه بعد نجاح الشعب والقوات المسلحه في دحض المؤامره التي كانت تحاك ضد مصر وتقسيمها وخلق حاله من الفزع والترويع والحرب الاهليه داخل مصر. والحمد لله رب العالمين قواتنا المسلحة قدرت ان هي تتفاعل مع الشعب وتحمي إرادة الشعب في خلال هذه الفترة الحساسة. وبالتالي احنا لابد ان احنا ندرك بان هناك مخططات بتحاك ضد دولتنا مصر من خلال تنظيمات إرهابية، تنظيمات عالمية بتدبر كل يوم مكيدة الى مصر، وبالتالي بتستخدم كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة والتكنولوجيا الحديثة، وايضا ان هي بتدرس الاوضاع في مصر تماما يعني في عيون ليها داخل مصر من خلالها، وايضا باستخدام التكنولوجيا الحديثة بحيث ان هي اين تجد الثغرات. نعلم تماما ان هناك عبء كبير جدا جدا على قواتنا المسلحة وعلى الاجهزة الامنية في الفترة الاخيرة، يمكن فيهم ناس ما بتروحش بيوتها، دي حقيقة. اللود كبير جدا جدا. احنا عندنا 3 جبهات غاية في الحساسية. الجبهة الشرقية مع قطاع غزة وما أدراك ما أدرانا جميعا مع قطاع غزة والتهريب والممرات الموجودة إلى آخره، وكيف أن الجيش بتاعنا نجح بدرجة كبيرة جدا جدا في السيطرة وإحكام السيطرة تماما في هذه المنطقة شبه جزيرة سيناء. أيضا الحدود بتاعتنا الغربية مع ليبيا وهي مساحات شاسعة جدا جدا، آلاف الكيلومترات موجودة، ودي أيضا وجود حالة التردي الموجودة عليها ليبيا والانقسامات الموجودة والصراع على السلطة والصراع ما بين الشعب بعضه بعضا، كل هذه أدت إلى أيضا تقويض يد السلطة أو الحكومة على الحدود بتاعتها، وبالتالي هناك حدود منفتحة إلى حد كبير، في صعوبة من السيطرة على الحدود بيننا وبين ليبيا وخاصة من الجانب الليبي، لأن المساحة الشاسعة ديت بيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا. إن شاء الله قواتنا المسلحة قادرة أن تحمي حدودنا الغربية مع ليبيا، ولكن لابد أن احنا نعترف أن هذا
بيتطلب جهود كبيرة جدا جدا من قواتنا المسلحة في ظل انشغال القوات المسلحة، ولابد ان احنا نعترف بالاوضاع السياسية والاوضاع الداخلية داخل البلاد. فالقوات المسلحة بتعمل قدر الامكان مع الاجهزة الامنية تحقيق نوع من التوازن في حماية الامن القومي والحدود الخارجية بتاعتنا، ايضا مع الاوضاع الداخلية وحماية الاوضاع الداخلية. ايضا حدودنا الجنوبية اللي حدث فيها حادث الفرافرة، ايضا حدود شاسعة في الجنوب مع السودان، وايضا مع جزء مع ليبيا والباقي مع السودان. لابد ان احنا ندرك ان هناك لود كبير جدا جدا جدا. المجموعة الارهابية اللي قامت طبعا بهذا الحدث الجلل اللي هو حادث الفرافرة اللي راح ضحيته 22 من ضباط وافراد خير الضباط وافراد قوات مسلحة اللي هم بيؤدوا خدمة وطنية، اللي هو ابن الشعب المصري سواء كان ضابط او جندي، ده هو ابن الشعب المصري نسيج من الشعب المصري، ولكنه مكلف بخدمة وطنية، مكلف لحماية حدودنا ومكلف لحماية امننا القومي الداخلي. وهذه النقطة الحدودية القوات بتاعتنا موجودة فيها على اعلى يقظة ممكنة. حدثت ثغرة في ان هو هذه الاربع سيارات دفع رباعي دخلت الحدود، استغلوا التكنولوجيا الحديثة في ان هم قدروا ان هم يعملوا مدقات بعيدة عن السيطرة الى حد ما، مدقات في الجبل، قدروا ان هم يصلوا الى هذا العمق اللي هو الكيلو 101. قابلتهم النقطة الحدودية الموجودة بمنتهى اليقظة، تعاملت معهم بمنتهى القوة والحسم، اوقعت منهم عدد من القتلى. ومن شدة التعامل ويقظة قواتنا الموجودة، القوات حتى تركت بعض الأمتعة والسيارتين موجودين وبعض القتلى الموجودين إلى آخره، وقامت بالفرار. وبعدها قامت بإطلاق عدد من قذائف الRPG. أحد هذه القذائف أصاب أحد مستودعات أو اسطوانة إحدى اسطوانات الغاز الموجودة، اللي هي أدت إلى تفجير أحد مستودعات الغاز، وده كان العامل الأساسي في أن هو حدث هذا العدد من هل يعني انفجار يعني هذه الاسطوانه هو بحد ذاته خلل، يعني وجودها في هذا المكان بهذا الشكل، وانها تكون حتى لو ما كانتش مستهدفه ان يعني تنفجر حتى في اطار التعامل؟ يعني احنا فهمنا ان هو كان في تعامل وكان في تصدي وكان من الممكن وهم فعلا اوقعوا فيهم منهم قتلى، لكن في النهايه حدث خلل بشكل او اخر. هل هو حادث يعني او هذا الخلل بالصدفه البحته، ولا هو ايضا كان من الممكن تفاديه باي شكل من الاشكال؟ لا، انا اقول لحضرتك النقطه الحدوديه هي محدده باربع محاور او اربع اسوار زي ما احنا بنقول النقطه الحدوديه. فالنهارده لما بيطلق هو عدد من قذائف الRPG على موقع واحد بعدد كثير من قذائف الRPG، فامر طبيعي ان هو احد هذه القذائف ممكن يحدث خلل في هذا النطاق الكل. وبالتالي احنا ما نقدرش نقول ان احنا عشان لا نظلم قواتنا المسلحه اللي هي بخير واللي هي بتدافع عن علين هذا الوطن، ما نقدرش نقول ان كان هناك تقصير في هذا المكان، بل بالعكس ممكن اقول تقصير لو كان حدث بالفعل ان هم اخترقوا النقطه واستطاعوا السيطره عليها زي ما هم كانوا مخططين ان هم يسيطروا على النقطه ويقوموا بالاستيلاء عليها كليه وقتل من هو متواجد فيها الى اخره. هذا لم يحدث ولم يتمكنوا، وبالتالي ده يدل على ان هناك يقظه بالفعل من هذه النقطه الحدوديه، ان هم ما قدروش ان هم النقطه الحدوديه تعاملت معهم لفتره طويله جدا واستطاعت ان هي تجبرهم على الفعل على الفرار وترك ما تركوه من عتاد واسلحه. ودول كانوا 20 فرد برضه، يعني قوه لا يستهان بها. النهارده 4 سيارات دفع رباعي فيها 20 فرد مسلحين اعلى تسليح، والنهارده السياره اللي تركت وجدوا بها كم من المتفجرات مهول. ولابد ان احنا ندرك ان تداعيات الثوره اللي حدثت ان كان هناك انشغال قواتنا كلها في الاوضاع الداخليه، تم تهريب اسلحه كثيره جدا من حدودنا كلها للاسف الشديد. وده اللي احنا بنقول ان احنا بيتطلب تضافر، ان احنا ندعم القوات المسلحه ماديا ومعنويا وندعم اجهزتنا الامنيه، لان احنا اما ان نكون او لا نكون. فلابد ان احنا نعترف ان احنا كمصر كشعب ان احنا حياتنا بتتوقف على
اطر واستراتيجيات للتعاون فيما بيننا وبين القوات المسلحه، وان احنا نضع امام اعيننا ان هناك في مسؤوليه مشتركه للجميع. من الاسئله اللي ممكن يعني كانت بتدور في ذهن الكثيرين 4 سيارات دفع رباعي، 2 منهم زي ما حضرتك تفضلت وذكرت تحافظت عليهم يعني تركوا وتحافظت عليهم القوات، لكن السيارتين اللي جاوا من خلال المداءات اللي تم يعني عملها في الصحراء وفي الجبل وخلف التلال، واضح ان هو ما كانش من الممكن تعقبها باي حال من الاحوال. القوات اللي جاءت للامداد كان من الصعب ان انت تتعقب هذه السيارات، لكن من الناحيه الثانيه تم التعرف على هويه مرتكبي هذا الحدث او هؤلاء الارهابيين، ده بيسهل عمليه القبض عليهم من خلال تامين الحدود. ايه السيناريوهات المتوقعه؟ انا اقول لحضرتك حاجه، ان شاء الله باذن الله تعالى من خلال المعلومات المتوفره لدى الاجهزه الامنيه حاليا دلوقتي والقوات المسلحه وضعوا ايديهم على خيوط كثيرة جدا جدا للتعرف على هويتهم، وتم التأكيد على أن هناك عناصر أجنبية أو تنظيمات أجنبية بوراء هذا الحادث. لكن منفذين مصريين، في منفذين زي كما أعلن من البدو سيناء مشتركين في هذه العملية، ولكن احنا لا نريد أن احنا يعني نستبق الأحداث، ان بالفعل توصلوا الى معلومات دقيقه جدا جدا هتسهل عمليه القبض على الباقي الجناه المتورطين في هذا الحدث الكبير جدا. الحدث في شهر مبارك وشهر عظيم، واللي احنا بنقول للشعب هل هؤلاء الناس يعلموا شيء عن الدين او يعرفوا حاجه عن ربنا سبحانه وتعالى، ان هو في شهر مبارك زي دون ان هو يقتل اشخاص مصريين كل مشكلتهم ان هم ناس بيقوموا باداء واجب وطني، دور وطني في حمايه حدودنا، اللي هم بدون هؤلاء الناس، بدون قواتنا المسلحه وبدون اجهزتنا الامنيه في حمايه عارين هذا البلد، احنا هنكون دوله مقوده، ليس لنا سواعد ولا اقدام نمشي عليها، ولن تقوم لنا قائمه اذا لم يكن حقيقه القوات المسلحه لديها العقيده الراسخه. حضرتك شفتي المشكله بتاعه داعش لما دخلوا العراق. الجيش في خلال، بالرغم ان الجيش صرف عليه مليارات الدولارات في تدريبه، وبالرغم من ان القوات داعش دخلت الجيش كله اختفى ليه؟ اختفى لان لا توجد هناك عقيده عسكريه، عقيده وطنيه، عقيده امنيه راسخه بتقول من خلال هذه العقيده للقوات المسلحه ان احنا لا نهاب اي مخاطر ولا نهاب شيء. في عندنا فكر راسخ عندنا في وجداننا ان حمايه امن مصر هي اغلى من حمايه ارواحنا كجنود وضباط قوات مسلحه. وزي ما حضرتك بتشوفي ان كل يوم بيحدث حدث، بتجدي ان من الضابط الجندي القياده كلهم يقول لك احنا كلنا ارواحنا فداء لمصر، وان احنا هذه الاحداث وهذه الحوادث المتفرقه لن تهبنا في ان احنا نتصدى، بل بالعكس اللي هي بتزيد قوتنا اراده وتصميم وعزم في مواجهه اي عمليات ارهابيه قادمه. دكتور عبد الصمد، لو احنا بنعلم جميعا ان يعني ان الامن المصري او الامن القومي المصري مهدد، وهذه الجبهه الجديده اللي فتحت، هل ده حضرتك ذكرت ان القوات المسلحه هي دائما على يقظه، وهي في كل الاحوال بتقوم بكل يعني دورها الممكن، لكن من ناحيه ثانيه ايه الاجراءات اللي ممكن تكون مختلفه او منتظره لتامين تامين الجنود، لتامين الضباط، لتامين نقط التفتيش وما شابه على سواء في داخل المحافظات المختلفه او حتى بالقرب من الحدود، وزي ما حضرتك ذكرت هي حدود شاسعه وطويله وممتده ومن الصعب جدا تامينها بشكل تام. فانا اقول لحضرتك حاجه، لابد ان احنا نكون على يقين بان قواتنا المسلحه بتضع كافه الاحتمالات امامها، والاجهزه الامنيه دائما هي ما بتتعاملش مع احداث بل بتتعامل مع سيناريوهات محتمله وتضع اطر التعامل مع هذه السيناريوهات المحتمله. النهارده بنقول ان قواتنا المسلحه بتتعامل عندها استراتيجيه بتقدر من خلالها تتعامل مع اي احداث موجوده، ولكن لابد ان احنا نعترف على الجهه المقابله بان احنا امام عدو خفي، امام تنظيمات ارهابيه دوليه، امام تقنيات حديثه بتستغل وتستخدم في ارتكاب العديد من الاحداث داخل مصر. وبالتالي احنا بنقول لابد ان يكون هناك يعني بنقول نوع من
الثغرات البسيطه اللي ممكن يستخدمها العدو. انت بتحارب عدو خفي، بتحكم السيطره على كله، بس العدو الخفي بيدرك تماما. طبعا والارهاب بيضرب في كل مكان، يعني بيضرب في يعني اوسط العواصم والمدن، هو يضرب في حضرتك تعلمي تماما ان لا يمكن بشكل تام انك انت تقضي على الجريمه بشكل تام طبعا، ولكن انت تحكم السيطره، وايضا بتستخدمي كافه الوسائل والتقنيات الحديثه اللي هي تفوق او تتفوق على التطويرات والتقنيات الموجوده اللي ممكن يستخدمها الارهاب الدولي. وده موجود عندنا الحمد لله رب العالمين، ان احنا عندنا قواتنا مدربه على التعامل مع كافه المستجدات الموجوده على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي. ولكن مش معنى ان هناك حادث فردي حدث يبقى احنا بنقول ان هناك نقص في التدريب، او ان احنا نقول ان هناك عيب او قصور. لا، مش معنى هذا. لا، انا اقول امتى يكون في عيب؟ لو انا وجدت ان الحوادث دي مستمره، وان ما فيش خطط تامينيه، وان ما فيش الى اخره. طب ما النقطه الحدوديه مجرد حدث هذا الكلام مباشره تم التنسيق مع قوات دعم راحت لها في مسافه بسيطه، وبالتالي هذه العناصر الارهابيه مجرد ان وجدت ان هناك قوات دعم انسحبت على الفور وفرت من المكان الحادث، نتيجه ان هناك تنسيق وهناك تنظيم ما بين نقاط الحدود بعضها البعض، والاستعانه ببعض القوات الاخرى الداعمه في حاله حدوث مثل هذه الامور. هذا الحدث الارهابي في هذه المنطقه وعلاقته بما يحدث في الاراضي الفلسطينيه المحتله، ما يحدث في غزه، وطبعا احنا كمان شهدائنا كثر في غزه، شهداء طبعا من الفلسطينيين، لكن في النهايه نتعامل، يعني هي في النهايه هي حدودنا من هذه الناحيه وحدودنا من الناحيه الاخرى، ومن الممكن ان يكون اللي بيحصل هنا له تاثيراته وانعكاساته على باقي حدود مصر. حضرتك من خلال مشاهدتك وقراءتك لهذا الامر بتشوف اي علاقه؟ شوف، انا اقول لحضرتك حاجه. طبعا احنا حدث لنا العديد من الحوادث في شبه جزيره سيناء، وهذه الحوادث بتتشابه من حيث المضمون والشكل مع الحدث في الفرافره، ولابد ان احنا بنربط ما بين الاحداث بعضها البعض. بنربط هذه التنظيمات، هي تنظيمات دوليه، تنظيمات مترابطه بعضها البعض، وبالتالي ما يحدث في شبه جزيره سيناء هم وجدوا ان هناك احكام القبضه والسيطره في شبه جزيره سيناء، فهو بيدور على مكان اخر عشان يعمل نوع من الخلل داخل الكيان الامني والكيان العسكري، فبيبحث عن مكان اخر يجد فيه نوع من الامان المحدود بحيث ان هو يرتكب جريمه اخرى. ولكن هذه العناصر وتلك هي عناصر واحده بتتبع لتنظيم ارهابي دولي واحد بيخطط لها ايضا عناصر اجنبيه مع تلك العناصر الارهابيه للنيل من مصر وللنيل من الامن المصري وتقويض الدوله المصريه. وهذا انا بقول لحضرتك بعيد المنال، وبطمن الشعب المصري ان حدوث خلل بالمجتمع المصري كما هو موجود في الدول الاخرى هذا بعيد تماما كل البعد عن هذه او مخططات هذه التنظيمات الدوليه. بنقول لهم ان مصر جيشها، واقرأوا التاريخ جيدا، اقرأوا تاريخ الجيش المصري، ان الجيش المصري لا يكره ولا يهان، وان الجيش المصري بقوه مستمر ان شاء الله وبعقيده راسخه بان هو لم يحدث في مصر كما حدث في الدول الاخرى، ان شاء الله باذن الله تعالى بفضل الله سبحانه وتعالى وقواتنا المسلحه ذات العقيده الراسخه القويه باذن الله تعالى. ان شاء الله يسلم. يعني احنا بنشوفنا ان هذه العمليات الارهابيه بتستهدف حتى الان قوات الامن سواء من الجيش او الشرطه وفي اماكن متفرقه. هل احنا ممكن يكون عندنا قلق او توقع او المفروض ان احنا نرفع درجات التاهب؟ يعني ممكن ياخذ هذا الارهاب شكل اخر ويتجه للمدنيين في اماكن بها سكان ولا تستهدف فقط عناصر وقوات الامن، ولا احنا هنستمر في هذا الاطار؟ هي عمليات ارهابيه بتستهدف قبل اي شيء الامن المصري كشخص، يعني في شخص القوات المسلحه او قوات الشرطه. هقول لحضرتك هو زي ما اتفقنا ان هم يريدوا هذه التنظيمات الارهابيه خلخله العزيمه والاراده العسكريه او الاراده الامنيه، وهذا امر بعيد المنال تماما. ولكن حضرتك احنا بنتوقع ان الارهاب هو ارهاب اعمى، الارهاب الدولي ارهاب اعمى لا يفرق بين الضحايا، لكن هو زي ما اقول لحضرتك لا يفرق بين الضحايا، ولكن هو بيريد نوع من الخلل. هو ما يعرفش مين اللي في النقط الحدوديه، حتى هم ضحايا عسكريين، بيهدف منشآت عسكريه
طيب المنشآت العسكريه ديت هو او عايز يعمل خلل ايا كان نوع المنشآت العسكريه. طيب الارهاب في نفس الوقت ان انا بتوقع ان هو ممكن يقوم باي اعمال ارهابيه، لانه الارهاب هو في النهايه ما بيحددش الاشخاص بتاعته تحديد كامل او تحديد تام. ضد منشآت عسكريه ماشي، منشآت شرطيه ماشي، افراد عسكريين، افراد مدنيين، مواطنين، هو عايز يعمل نوع من الخلل الامني داخل المجتمع المصري، او ان هو عايز يقول للناس بره ان مصر ما فيهاش استقرار. واعتقد ان الحمد لله رب العالمين اجهزتنا الامنيه استردت عافيتها بقوه كبيره جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله تعالى عقب استحقاق الرئاسه واستحقاق الدستور واستحقاق الرئاسه وان شاء الله الاستحقاق البرلماني القادم الامور هتستقر تماما ان شاء الله. احنا بدأ نشعر دلوقتي باستقرار اكثر من ما كان موجود من سنتين ومن سنه ومن 6 شهور وشهور فاتت الى اخره. احنا الحمد لله رب العالمين قواتنا الامنيه بخير، قواتنا المسلحه بخير، ولن تكون ضعيفه في يوم من الايام، وستظل محافظه على اعالين هذا الوطن والامن القومي بتاع هذا الوطن. وبالتالي احنا بنقول ان شاء الله في مسؤوليه علينا. سؤال حضرتك ان في مسؤوليه كبيره جدا على المجتمع المصري، هو ان المجتمع المصري لابد ان يدرك ان الخطر ليس ضد القوات المسلحه، وليس المقصود هي القوات المسلحه، وليس المقصود هي القوات الامنيه، ولكن هو المقصود المجتمع المصري ككل، سواء كانوا مواطنين او غير مواطنين. فلابد ان احنا ندرك تماما ان الخطر هو خطر علينا احنا كشعب مصري كاملا. وبالتالي احنا هنا في الحاله دي متطلب مننا ايه كشعب مصري؟ احنا مطلوب مننا حضرتك ان احنا يكون عندنا اليقظه التامه، ان احنا يكون عندنا في اراده وفي عزيمه، واننا اشارك في المسؤوليه، اقول ان الامن ده مسؤوليه الجميع، مسؤوليه المجتمع، مسؤوليه الافراد، مسؤوليه المؤسسات بكافه انواعها، مؤسسات حكوميه وغير حكوميه، مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات دينيه، مؤسسات اعلاميه، مؤسسات اهليه الى اخره. وبالتالي بقول لحضرتك كلهم لهم دور. المجتمع المصري مطلوب منك كمواطن اذا ما وجدت او شكيت او كانت هناك ريبه في تحرك سياره او في وقوف سياره او في وقوف شخص او شخص بيحمل حقيبه او سياره بتحمل اغراض او اشياء يشتبه فيها، فعليه ان هو ما يعديش الامر هباء. انا عايز عيون الشعب المصري كلها تبقى عيون أمنية، حالة من اليقظة داخل المجتمع. فيما يتعلق بهذا الحادث تحديدا عشان نربطه بما من الممكن أن يحدث مستقبلا، كما هو الحال مثلا في سيناء، في صحراء مصر الغربية وناحية الجنوب، أكثر من يعرف هذه المناطق هم أهل هذه المناطق والبدو. يعني ما حدش بيقدر يدخل المنطقة دي من غير الدليل، من غير الجايد، ما يقدرش يتحرك جوه مهما كنت عارف وعالم ومهما كانت التقنيات الحديثة. فأنت في كل الأحوال محتاج لشخص أو لدليل معاك. الحقيقة دور هؤلاء الأهالي، دور العاملين في هذا المجال سواء المجال السياحي أو يعني المتواجدين واللي بيتعاملوا بشكل أو آخر مع كل داخل وكل أجنبي وكل من يريد يعني أن هو يصل لهذه المناطق، التعامل معهم إزاي؟ هل من المنتظر أو من المتوقع أو من المفروض يكون في تعامل مع البدو المتواجدين في هذه المناطق واللي هم قائمين على الربط بين الصحراء والحركة؟ اقول لحضرتك حاجه يعني في دقيقه عفوا لان احنا يعني نشط حضرتك. هو لابد ان احنا ندرك ان زي ما قلنا دلوقتي ان المجتمع عليه رساله، عليه واجب بيؤديه. البدو بتوعنا بتوع سيناء محتاجين نوع من التواصل الاكثر فعاليه، في تواصل مع البدو في سيناء، ولكن محتاجين ان احنا نعمل معهم مؤتمرات ونعمل معهم لقاءات. وبدو هذه المناطق ايضا في الصحراء الغربيه ناحيه الوادي الجديد والفرافره موجودين كل هذه الامور محتاجين ان يبقى في تواصل معهم وفي توعيه وفي برامج توعيه وفي تواصل، وان احنا بنشركهم معانا في المسؤوليه. انا بشكر حضرتك جدا. يعني كانت هناك دعوات بدانا نسمعها عن تطبيق قانون للارهاب في هذه المنطقه، على الاقل في المناطق الحدوديه. نرجو ان احنا يعني في الايام المقبله تاتينا معلومات اكثر وتكون كلها ايجابيه توصلنا بشكل مباشر للجناه، ونتعرف اذا كنا هيكون من المنتظر ان يكون هناك اي تطبيق لقوانين خاصه بهذه المناطق. بشكر حضرتك جدا دكتور عبد الصمد سكر، الخبير الامني واستاذ القانون الدولي. بشكرك حضرتك جدا عن وجودك معنا وكل هذه الايضاحات. مشاهدينا بشكركم ايضا على متابعه هذه الفقره، لسه متواصلين معاكم لحد الساعه 10، لكن دلوقتي ميعاد النشره.